في المشهد اللي معانا ده بنشوف معركة قوية بين النمل القاتل والعقرب. لكن الغريب في الموضوع ان العقرب دي عارفة الخصم بتاعها كويس وعارفة مدى خطورته، عشان كده هي بتحاول تهرب او تشوف لها مخرج من المكان ده. لكن النمل ده مش عاطيها حتى فرصة انها تتحرك. المشكلة ان النمل ده ما عندوش اي رحمة بالفريسة اللي قدامه، والعقرب بتحاول تضرب الذنب بتاعها في اي مكان بحيث تقدر تهرب او تصيب اي حاجة منهم. النمل ده لما بيهجم على فريسته بيكون اعداد كبيرة عشان يقدر يقضي عليها بسرعة. النمل في الوقت ده بيقدر يتمكن من العقرب، واللي ظاهر ان العقرب خلاص بتستسلم ومش قادرة تتحرك. عشان النمل في الوقت ده يقدر يخلص عليها. وبعد كده في المشهد التاني النمل بعد ما قتل فريسته بيجهزه علشان يدخلها الجحر بتاعه، ويبتدي يجهزه عشان يتغذى عليه، وتنتهي المعركة لصالح النمل. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك. سلام.